ابنك جعان وقالب الدنيا، جعان جعان. طب ثواني استنى دقيقة بس والاكل هيخلص. لا مش ممكن، مش قادر وقالب الدنيا زن وعياط. طب تعالي كده باباه يدخل عليه بلعبة هو كان نفسه فيها، هتلاقيه في ثانية نسي موضوع الاكل والجوع ده خالص ومسك في اللعبة ومش عايز يسيبها. طب سيبها شوية كل وارجع العب بيها تاني. لا مش ممكن، انا اصلا مش جعان. الله، ما انت كنت لسه قالب الدنيا من شوية. هو كان فعلا جعان حاسس بالجوع، لان المخ في الوقت ده كان موجه كل ادراكه لشعوره بالجوع. اللي حصل في الوقت اللي باباه دخل فيه باللعبة ان المخ وجه بوصلة الادراك لناحية تانية، وهي ناحية اللعب والمرح، بدل ما كان موجهها لشعور الجوع، فنسي انه جعان. ودي قوة الاستبصار العقلي اللي هنتكلم عنه النهاردة. لو اول مرة تشوفنا، معاكم نجلاء عبد الغني، وهنا بنقرا كتاب ونشرحه لك بشكل كامل. فلو ما بتحبش القراية او ما عندكش وقت تقرا وعايز تستفيد من محتوى الكتب، تابعنا. كلمونا الكلام بتاعنا، الكلام السهل السلس الشعبي ده، كلمونا بالهجايز. ابسط مفهوم للاستبصار العقلي اني افهم عقلي وافهم عقول الاخرين. اولا لازم افهم عقلي بيشتغل ازاي. العقل عبارة عن عجلة ليها اطار خارجي وليها مركز او محور بتدور حواليه. على الاطار الخارجي موجود افكارنا واحاسيسنا، مشاعرنا، رغباتنا واحلامنا، الذكريات اللي بنمر بيها، الاحاسيس اللي بتصدر من اجسامنا زي جعان، عطشان، حاسس بصداع، عندي مغص. محور العجلة دي هو الإدراك اللي بيحصل في مخنا لما يواجه أي نقطة من النقط اللي موجودة على الإطار. زي لما أكون جعان فإدراكي كله موجه ناحية الجوع. ممكن وقتها ما أقدرش أذاكر ولا أقدر أنام ولا أقدر أعمل أي حاجة تانية إلا لما أكل، لأن المخ في الوقت ده موجه إدراكه كله ناحية الأكل والجوع، إلا إذا حصل حدث جذب انتباهي أكتر من الجوع، زي اللي حصل لما الأب دخل باللعبة اللي كان نفسه فيها. حماس الطفل للعب خلاه يوجه إدراكه كله لناحية اللعب والمرح بدل ما كان موجهه ناحية الجوع. وعشان نستفيد من قوة الاستبصار العقلي في التربية لازم أفهم شخصيتي وذاتي، لأن كل إنسان فينا شخصيته بتتكون من عدة جوانب مش من جانب واحد. فلازم أفهم الجوانب اللي بتتكون منها شخصيتي أو شخصية ابني عشان أقدر أوجه إدراكه للجوانب الإيجابية في شخصيته، وما خليش الجوانب السلبية هي اللي تستحوذ عليه وتسيطر على تفكيره وتنفرد بشخصيته. بص لشخصية ابنك، اتكلمي دايما معاه، وجهي له أسئلة علشان تقدري تتعرفي على الجوانب المختلفة في شخصيته، واللي غالبا انت كأم هتكوني ملاحظاها وعارفاها. ابني مثلا بيحب كرة القدم، بيخاف من الكلاب، بيحب جدا اللعب مع أصحابه، بيتوتر جدا من الامتحانات، بيثق جدا في والده. كل دي جوانب بتمثل شخصية ابني. دورنا احنا كآباء اننا ندرب أولادنا ان هم يوجهوا إدراكهم للجوانب الإيجابية في شخصيتهم علشان الجوانب السلبية ما تسيطرش عليهم. يعني لو ابني ماشي مع والده ولقى في الشارع كلب وهو خايف جدا يعدي الشارع والكلب موجود، ساعتها بقى المفروض اني اعلم ابني انه يوجه ادراكه لثقته في والده بدل ما يوجه ادراكه لخوفه من الكلب. انت بتثق في بابا صح ولا غلط؟ عارف انك وانت معاه مش ممكن يسمح لاي حاجة في الدنيا تأذيك. بابا هيحميك، ثق فيه. ده هيساعده بالتدريج وطبعا مش من اول مرة انه يقدر يتغلب على خوفه من الكلاب. كذلك وهو داخل الامتحان ومتوتر جدا، اعلمه ازاي يوجه ادراكه لاي حاجة تانية ايجابية بدل ما يركز ادراكه كله على الامتحان. ممكن ساعتها ياخد نفس عميق شهيق وزفير ويركز جدا مع حركة جسمه اثناء التنفس. توجيه الادراك ناحية الجوانب المختلفة ده بيخلي المخ ينتج روابط جديدة لشخصية جديدة. يعني الشخصية اللي بتخاف من الكلاب مع التدريب ان هو يوجه ادراكه لحاجات تانية ايجابية، ده مش هيساعده بس ان هو يتخطى خوفه من الكلاب، لا ده كمان عقله هيكون تطور بحيث ان هو يقدر يتخطى اي مخاوف تانية ممكن تقابله في المستقبل. الاستراتيجية 8، المشاعر بتروح وتيجي. والاستراتيجية دي قايمة على فكرة ان مشاعري اللي بحس بيها في وقت معين او اثناء تجربة معينة ده مش معناها ان الشعور ده صفة اصيلة فيا، لا دي حاجة مؤقتة بمر بيها. يعني مش معنى اني خفت من الكلب النهاردة ان انا جبان، ولا معنى اني فشلت في اجتياز امتحان معين ان انا فاشل، ولا معنى اني مش قادر احل الواجب دلوقتي ان انا غبي، ولا معنى ان انا حاسس بالحزن في الوقت ده ان انا انسان حزين. كل دي مشاعر مؤقتة لها وقت محدد وبعد كده بتمر وبتتغير. علم ابني انه يقول لنفسه الكلام ده ويتكلم مع نفسه، وده تدريب بيزود عنده قوة الاستبصار العقلي. يكلم نفسه ويقول لها انا مش عارف احل التمارين على درس الرياضة النهاردة، لكن انا كنت بحل التمارين اللي على الدروس اللي فاتت بمنتهى السهولة. الدرس ده ممكن يكون صعب شوية، او انا لسه ما فهمتوش محتاج اذاكره اكتر، او محتاج حد يساعدني ان انا اتمرن على المسائل دي اكتر. ده هيساعد عقله انه ينور في مكان تاني ويبعد عن الاحباط وعن المشاعر السلبية. ده هيساعده انه يكون شخص ايجابي. الاستراتيجية 9، الانتباه لما يجري في الداخل.
في الاستراتيجية دي هشرح لابني عن عقله وعن الاستبصار العقلي وعن الجوانب اللي بتتكون منها شخصيته، وازاي يركز على الجوانب الإيجابية علشان يقدر يتغلب على الجوانب السلبية اللي في شخصيته، وازاي يعرف يوصف مشاعره بدقة، وان المشاعر مش عبارة عن أبيض وأسود بس، لا دي في منها ألوان كتير. وخليه يوصف مشاعره: قلقان، متوتر، محبط، حاسس بالغيرة، متحمس، مستمتع. ده هيخليه يفهم الحياة بشكل أفضل، وإن في منها ألوان كتير مش أبيض وأسود بس. الاستراتيجية 10: مارس الاستبصار العقلي. الاستبصار العقلي ده مش حاجة فطرية بنتولد بيها، لا دي مهارة بنتدرب عليها وبنكتسبها مع الوقت. عشان كده لازم ندرب أولادنا إزاي يمارسوا الاستبصار العقلي. لو ابنك مريض والمفروض إن هو ياخد حقنة وطبعا خايف منها جدا، فبدل ما تنكر مشاعره وتقوله لا دي مش بتوجع، ولا دي شكة صغيرة خالص ومش هتحس بيها، وجهه أحسن إن هو يمارس الاستبصار العقلي. أنا عارف إنك مش عايز تاخد الحقنة وعارف إن دي حاجة مزعجة جدا، إيه رأيك وبدل ما تفكر في الحقنة فكر في حاجة تانية تخليك مبسوط؟ فاكر آخر مرة رحنا فيها الملاهي؟ فاكر المرجحة اللي ركبتها وقد إيه كنت مبسوط وأنت راكبها؟ فكر في شعورك وقتها، شوية شوية هتلاقيه حس بالاسترخاء. خليه يلاحظ عضلات جسمه وهي بترتخي، وإزاي هيهدى ومش هيبقى حاسس بالتوتر اللي كان حاسس بيه قبل كده. ومن أفضل الأدوات اللي ممكن تعلميها لابنك عشان يقدر يتغلب على إحساسه بالتوتر والقلق والخوف أو حتى صعوبة النوم، إن هو يتعلم التخيل. تخيل نفسك في مكان هادي وجميل وانت قاعد على ضفة نهر، صوت المية وهي بتجري وصوت العصافير حواليك، وانت راكب مرجيحة بتطير بيك يمين وشمال. الاستراتيجية دي هتساعده ان هو يقدر يتغلب على مشاعر التوتر والقلق والخوف واللي ممكن يحس بيهم في اي وقت طول حياته. وكده عرفنا 10 استراتيجيات من 12 استراتيجية، كلهم علشان نعلم الطفل ازاي يفهم نفسه ويفهم ذاته وازاي يطور عقله ومهاراته. الاستراتيجيتين اللي فاضلين معانا هنعلم فيهم ولادنا ازاي يفهموا الاخر، ازاي يكونوا جزء من نحن، وازاي يقدروا يندمجوا مع الاخرين. وده هو الجانب الاخر من الاستبصار العقلي. زي ما استخدمناه في اننا ازاي نعلم الطفل انه يركز انتباهه على فهم مشاعره وافكاره وتصوراته، هنستخدمه في الجانب الاخر عشان نعلم الطفل ازاي يطور قدرته على رؤية وفهم عقول الاخرين، عشان يسهل عليه عملية التواصل معاهم. ولحسن الحظ ان مخنا نفسه اجتماعي، يعني مؤهل بشكل فطري انه يندمج ويتواصل مع الاخرين. المخ مليان بالخلايا العصبية العاكسة، ودي مهمتها انها تعكس لنا تصرفات ومشاعر الاخرين. حصلت معاك كم مرة انك لما تلاقي حد بيشرب فتحس انك عطشان، او تلاقي حد بياكل فتفتكر انك جعان، او حتى لو قاعد مع حد بيتاوب بتلاقي كل اللي قاعدين في القعدة كبس عليهم النوم؟ كذلك الضحك معدي، لما بتقعد مع ناس بتضحك بتلاقي نفسك بتضحك، ولما تقعد مع ناس مكتئبة وحزينة بتلاقي نفسك انت كمان اكتئبت وبقيت حزين. طب ايه علاقة ده بالتربية؟ مخ الطفل بيتكون وبيحدد سلوكيات الطفل من خلال السلوك اللي بينعكس عليه من تصرفات الآخرين، والآخرين دول مقصود بيهم طبعا الناس القريبة من الطفل والمؤثرين عليه، زي الأم والأب والإخوات والأصدقاء، الجيران، الجد والجدة، المدرسين، المدرب بتاعه في النادي. دي شخصيات بتبقى قريبة من الطفل وسلوكهم بيأثر على الطفل بشكل مباشر، لأنهم بيدوا للطفل نموذج عن إزاي بتكون العلاقات. بمعنى أن الأب اللي مثلا بيتعامل مع ابنه بقسوة، الخلايا العصبية في مخه بتعكس سلوك الأب، فهنلاقي إن الطفل بيتعامل في علاقاته عموما بنفس القسوة. ولو الأم مشغولة دايما ومش بتهتم ببنتها، مش بتقعد معاها ومش بتسمعها، هتطلع البنت بتتعامل في كل علاقاتها بنفس عدم الاهتمام واللامبالاة. والعكس، لو الأم حنونة وعطوفة هتلاقي ولادها بيتعاملوا في كل علاقاتهم بنفس الحنية والتعاطف. والاستراتيجية 11 اللي هتساعد ولادنا إن هم يكونوا جزء من نحن ويحسوا بمشاعر الآخرين ويظهروا تعاطفهم معاهم، هي زيادة عنصر المرح العائلي. معظم الوقت اللي بنقضيه مع أولادنا بيكون عبارة عن أوامر وتوجيهات، أو إننا أخدينهم في إيدينا ورايحين جايين بيهم من المدرسة للتمرين للزيارة عائلية لخروجة. واحدة من أهم الطرق اللي بتعلم ولادنا وتشجعهم على التواصل مع الآخرين هو المرح العائلي. لازم نهتم بأوقات اللعب والمرح اللي بنقضيها مع أولادنا بقدر اهتمامنا برعايتهم وتعليمهم السلوكيات الصحيحة. العب معاهم، هزر، قول لهم نكت، اعملوا مسابقات، خلي دايما في ذكريات بينك وبينهم. ده بيكون أفكار في مخهم عن تقدير معنى إنك تكون في علاقة إيجابية وسعيدة، ويعيشوا طول عمرهم هم بيسعوا إن هم يكونوا علاقات سوية وناجحة حتى بين الإخوات، عشان تقدر إنك أنت تنمي علاقة أولادك ببعضهم وارتباطهم ببعض. طبعا مش هنقدر نمنع الخناقات والمشاجرات اللي بينهم لأن دي حاجة طبيعية بتحصل دايما، لكن المهم إن احنا نزود لحظات المرح اللي ما بينهم. دايما جمع ولادك في أنشطة ممتعة يتشاركوا فيها مع بعض، خروجة حلوة استمتعوا فيها مع بعض،
خليك حريص انك تجمعهم دايما في قعده عائليه حلوه، شغلوا فيلم اتفرجوا عليه مع بعض، علقوا هزروا واضحكوا، مش مهم هما بيتخانقوا قد ايه، بدل قصاد الخناقات دي قدرت تخليهم يعملوا ذكريات مع بعض بلحظات ممتعه. الذكريات دي هي اللي هتعمل روابط قويه بينهم طول العمر. الاستراتيجيه 12 هي التواصل عبر الصراع. نعلم اولادنا ازاي يستخدموا الاستبصار العقلي في انهم مش بس يفهموا مشاعرهم وافكارهم، لا يفهموا كمان مشاعر الاخرين وافكارهم. تيجي بنتك تشتكي من اخوها عشان شتمها وقال لها يا غبية، اول سؤال هيطلع منك ليه؟ عملتي له ايه؟ طبعا كرد فعل طبيعي هتاخد جانب الدفاع وتقولي انا ما عملتلوش حاجه. المفروض الاول انك تتواصلي معاها، تظهري لها تعاطف وتطبطبي عليها ومعلش ما تزعليش، فتبدا تهدى وتحس انك معاها. ابداي اساليها بقى تفتكري هو قالك كده ليه؟ فكر ثانيه كده وترد عليكي يمكن عشان قلت له ان الرسمه اللي راسمها وحشه، انا كنت بهزر معاه بس. دي الرسمه اللي هو بقاله كام يوم قاعد يرسمها علشان مسابقه الرسم، يمكن عشان كده هو اتضايق منك. بكده انت لفتش نظرها لمشاعر اخوها، فبعد كده تتعلم ازاي تراعي مشاعر الاخرين وتفهم كمان وجهة نظرهم. كمان يتعلموا ان هم يترجموا الاشارات غير اللفظيه، يعني لو اخوه قاعد متضايق بعد الماتش عشان الفرقه اللي بيشجعها خسرت، فمش لازم يعني ان اخوه يروح له ويقول له ان هو متضايق، المفروض ان هو يفهم كده، وشه مكشر مدلدل راسه على صدره مش عايز يتكلم، وجهيه انه لازم يقدم لاخوه الدعم ويحاول يواسيه ويروح عنه، ياخده يضحكه ويقوم يلعب معاه عشان ينسيه خسارة فريقه. ومن اهم مهارات التواصل ان هم يتعلموا الاعتذار في حالة الخطأ. مش بس كده، لا كمان لازم يصلحوا اخطائهم ويراعوا فيها مشاعر الاخرين. وبكده هنكون اتعلمنا ال 12 استراتيجية اللي ذكرهم الكتاب عشان يساعدونا في تربية اولادنا، وازاي نخلي اولادنا يكونوا سعداء واصحاء وبيتمتعوا بمخ كامل من خلال تعاملنا معاهم في المواقف اليومية. يا رب نكون قدرنا نوصل لكم المعلومات اللي في الكتاب بشكل سهل وواضح. لو استفدت من الحلقة ما تنساش تعمل لنا لايك، وكمان ما تنساش تشترك في القناة عشان لسه في كتب كتير هتستفيد منها وهتساعدنا اننا نطور من نفسنا ومن شخصيتنا. ونشوفكم على خير الحلقة الجاية مع كتاب جديد.